لا نقول للجماعة شي تعرفوا يا غير اللي متحدر قولان إن شاء الله. يا الله مدى تعرف عن سرها وصلاح دنياها وصلاح أخراها في عدم الغفلة عن الله عز وجل. يا الله مدى تعرف عن الرجال ما يعدل الأمور بعضهم ولا بأفكارهم ليعدلوا به الأمور تصلح به الدنيا والآخرة تصلح به الذرية ويبقى به ذكر الباقي الاشتغال بالله عز وجل لا غير. هذا قد مدى تبغي يصلح هذا كل شيء توحد المال كل شيء وإذا ما يفاقد الشيء لا يعطيه. هذا قد مدى تختار يصلح هذا كل شيء توحد الله. حليلة لقاش بعد اشتغل بالله عز وجل يقول أنا اليوم جاني شيء خارج عن ملك اللي كنت نشتغل بعد ما لا يقول أحد ما لا يقول أنا عرض لي اليوم شيء خارج عن ملك اللي كنت نشتغل حد كامل واحد الله عز وجل ما يخاف من اللي عرض. احنا كلفنا به لا الدعاء وإنا عليه وهو دينار والاستجابة اللي ما هي متناول والله من سن ودعوني مستطاعين استجيب لكم ولا تعن. قال لنا طنوته احنا اللي وكلفنا به اللي أمرنا به باستطاعتنا ما كلفنا شيء واستجيب لكم ولا تعن. قال لا نطلب الله تعالى ولا نشك في الإجابة ولا نمل من الدعاء. إذا انضاط حاصل الخبر عن حد يبغى يصلح له كل شيء لا يغفر عن الله تعالى وحدهم يعدل الأمور دون مالك هذا العبد. وهم مرقع بسيط لا يلا الشخص يعود وحده إذا يبغى يظهر عليها زيت إذا يبغى يوخى وحده يظهر عليه سيارة لا يوخى منفرد مهم يغرب عن الناس ويفتش راسه يلم هذه المن خلاص العينين من دايرهم كانوا دايرهم والله والديها الله حدوه خلاص الغنين من دايرهم خلاص العقل من داير اللي يدين والكر عينين يعود ملك الله تعالى يغرب عليه يفتش عن شقاية فيه مالكه ويسمع له فيه والعاد ملكه ويصرف ملكه كذا شيء ويقولوا لا ورطوا قاعد تجمعوا مع قالوا الفقهاء وقالوا عنك الصحيح لا ورطوا لا خرص من هذه المنصب يعود ما هو ملكه ما قد عدى فيه تصرف ملك الله عز وجل بدون إذن. يلا ينعرف عن العقول اللي لاحقت من الاشتغال بالله عز وجل وعلم عنه هو المنعم عنه هو دافع البلايا عنه تلحكم مع حمل التمام واللي صدت به عن الله عز وجل معناه أنه ناقصة وسوى تخيل للشخص أن عقله ما هو ناقص. لو كان عقل تام يتوجه شر الله عز وجل علامة تمام العقل صدد شر الله عز وجل وعلامة نقصان وصدد عنه ولا بحسب صدده. هذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورثتهم من الأولياء ما بهم أنهم عارفين حقيقة الدنيا معنى الله ما بهم نهار فيها إلا عرفوا عن الأمور لله عز وجل وسوفوا وحلوا فيه وخلاه غير ولا يتخيل حد أن الشريعة ضيقة. الشريعة ما فيها ضيق الشريعة مرفوع الحرج فيها وما جعل عليكم في الدين من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ولا نكلف نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا شوف ما يسمون العقلاء حرج الحبس عن المعاطف ما ينقال له حرج في الشير كالدين ووالدين هاد واحد قاف قادي والله واحد سيارة له في طريقها ويبكي حاكمينه العقلاء ما هم لا يقولون فيكم محرشة. هذا محبوس بالرحمة واللطف على المضر. الله عز وجل شرعه لا حرج فيه قال فيه الحبس عن معاطف وفيه الدعوة للترقي في ينفع
يعني غير ما هو عن ثم حرج. لو كان في حرج ما ينفي الله عز وجل. وما جعل عليكم في الدين من حرج. طالبين الله عز وجل يهدينا ويهدي الجميع بطاعة. طالبين الله عز وجل نسأله عز وجل أن يصلح للجميع الدارين وأن يقر للجميع العينين. طالبين الله تعالى يصلحنا كاملين ويصلح اللي أعطاه من الجميع كامل ويلطف في الجميع. طالبين الله تعالى يجمعنا كاملين في دار كرامته بعد طول العمر للجميع. وطالبين عز وجل العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك المعافاة والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. الله تعالى